إنها إهانة كبيرة ومتعمدة لشعب العراق، إهانة لضحايا 300 مقبرة جماعية، وهناك أكثر من 500 مقبرة جماعية والآن في طور الكشف عن هذه المقابر، وإساءة لشهداء فاجعة الأسلحة الكيميائية في حلبشة، ولسكان الأهوال الأبرياء والأنفال وشهداء الانتفاضة الشعرانية، إهانة للشهداء عبد العزيز البدري واللواء الركن محمد مظلوم الدريني ومئات الشهداء الآخرين الذين وقفوا بوجه الطاغية صدام حسين من أهالي سامراء والرمادي والموصل وتكريت. إن هؤلاء الذين يذبحون العراقيين هم أنفسهم قتلوا ويقتلون الأبرياء في الرياض وجدة والدمام وشرم الشيخ وميناء العقبة ومدينة حماة سوريا ولندن، وقاموا بقتل الأبرياء في الجزائر، قتلوا أكثر من 100,000 بريء في الجزائر ونيويورك وبالي ومدريد وقندهار وكراتشي، وأساءوا لسمعة ومصالح الملايين من المسلمين في العالم، إنهم أعداء الإسلام والإنسانية. فقبل أسبوع قرأت تقريرا جديدا من المجمع الإسلامي في أمريكا بأن 16,000 مسلم قد فقد عمله في الولايات المتحدة نتيجة الأعمال الإرهابية التي حدثت في لندن أخيرا. إذن هذه الأعمال هي إساءة للمسلمين وللعرب في الخارج، يظهر كأن الإسلام دين القتل والذبح، إن الإسلام دين التسامح والمحبة وليس دين القتل وتفجير السيارات وقتل الأبرياء. ما هي نتيجة قتل الأبرياء في قطارات لندن والمدن الأخرى؟ من المستفيد؟ أعداء الإسلام مستفيدين من هذه الأعمال الغير الإنسانية. لقد رووا أيها الحضور الكرام، لقد روج البعض لمقولة مفادة أن العراق قد سقط بعد سقوط صنم الدكتاتورية وأنه على وشك التمزق والانهيار. إنهم مخطئون، فرغم الجراحات والضحايا وطعون الأعداء وتشكيك الأشقاء ورغم الدم العراقي الذي سفح ظلما، فإنه سيبقى أرض الأنبياء والرسل ونبراس الحضارات، وسيشمخ دوما بأهله وبانتمائه العربي والإسلامي والإنساني، ودعم محبي السلام في العالم بشكل خاص من دول التحالف والمنظمات الإنسانية وأشقاء العرب. وما قرارات مجلس الأمن 1546 في 8 حزيران 2004 لدعم العملية السياسية والانتخابات وسن الدستور وضبط الحدود، وقرار مجلس الأمن 1618 في 4 أكتوبر 2005 لنبذ الإرهاب في العراق ودعم مسيرته نحو الديمقراطية، إلا دليل على التأييد العالمي الواسع للعراق، التأييد العالمي الواسع للعراق الجديد. فشعبنا مصمم على إرساء الدولة على ركائز ديمقراطية حقيقية، دولة تحترم مكوناته وأطيافه الأساسية ومقدساته، دولة التآخي ونبذ الكراهية والعنف، لأن العراق الجديد الذي يمتلك 252 مليار برميل من النفط الاحتياطي والمقدر بحوالي 20% من احتياط نفط العالم، قادر على النهوض من جديد ودعم القضايا العادلة في فلسطين وشتى بقاع العالم الفقير وشتى الدول الإسلامية الفقيرة التي هي بحاجة إلى دعم حقيقي. الدول الإسلامية الفقيرة بحاجة إلى الدعم. إخوتنا المسلمين في السودان والصومال والدول الأخرى بحاجة إلى الدعم، لا الدول الكبيرة. يجب أن تصرف أموال المسلمين على المسلمين الفقراء.
لاجتثاث الفقر من العالم الإسلامي. وبهذه المناسبة أود أن أؤكد على دعم حكومتي المنتخبة للاقتراح السعودي المقدم حاليا للاجتماع العالمي للأمم المتحدة في نيويورك لإنشاء مركز دولي لمكافحة آفة الإرهاب في المنطقة والعالم، وتأييد قرارات اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية في القاهرة واجتماع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخير لما فيه خير ورفاه شعوبنا ومنطقتنا. كما رحبت حكومتي واهتمت بزيارة الدكتور عدنان بدران رئيس وزراء الأردن الشقيق للعراق، وهو أول مسؤول عربي يزور العراق، وهي فاتحة خير للجميع. نبتهل إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء العراق والأمة الإسلامية بواسع رحمته، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن يلهم عوائل شهداء جسر الأئمة الخالدين في ضمائرنا الصبر والسلوان. وأحيي باسمكم الحكومة والشعب الروماني الصديق الذي وقفوا معنا في محنتنا ولا زالوا. تحية حب ووفاء لكل أبناء الشعب العراقي المعطاء الذين يواجهون الإرهاب المندحر. تحية إعجاب تنحني معها هامة التاريخ لبطولتهم وصبرهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.